ماذا يحدث عندما تبدأ مهندسة طيران عسكرية بريطانية علاقة مع شاب عربي أصغر سناً؟ اكتشف ذلك في حلقة اليوم من مسلسل إيجيج. قصص حب الفجوة، رغبات ممنوعة، مسلسل يناقش أكثر العلاقات المحرمة في مرحلة المراهقة. علاقات الفجوة التي عرضت في الأفلام والتلفاز. قبل أن نبدأ بالفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لضمان عدم تفويت أي قصة حب مستقبلية في مرحلة المراهقة. تدور أحداث هذه الحلقة حول فيلم فلاينج البريطاني لعام 2012. فيلم بلايند من بطولة الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ماكروي، المشهورة بأدوارها في سلسلة أفلام هاري بوتر ومسلسل الجريمة البريطاني بيكي بلاندرز. فرانكي، مهندسة طيران ناجحة للغاية، تكرس نفسها لعملها في مجال الدفاع العسكري. في الأربعينيات من عمرها بقيت عزباء للتركيز على مسيرتها المهنية، وترفض أحياناً مواعيد غرامية. زملاء فرانكي الذكور يكنون لها الكثير من التفاني في هندسة الطيران، فهي تقضي وقتها غالباً كمحاضرة ضيفة في الجامعة المحلية. تتغير حياة فرانكي، ولكن عندما تنشأ صداقة غير متوقعة مع أحد طلابها، خيل، الذي يجسد دوره الممثل نيجل ري، وهو جزائري فرنسي يحضر إحدى محاضرات فرانكي. يخبرها خيل بأنه يستمتع بمحاضراتها وأنها ملهمة لأنها كانت محاضرة جيدة. شكراً، ملهمة. بعد بضعة أيام تصطدم فرانكي بفرانكي وهي تسحب نقوداً من جهاز صراف آلي، فتنسى فرانكي بغباء إخراج نقودها من الجهاز، فيطاردها خيل لإعادتها. يتناقش الاثنان لفترة قصيرة حول الطيران، وتعرض فرانكي على خليل نسخة من كتاب تعتقد أنه سيستمتع به. حسناً، يمكنني إقراضك. نسخة أوصلك. أنا على وشك الوصول. يرفض خيل ويخبرها أنه لا يريدها أن تتعرض للمتاعب على حسابه، ولكن بينما تستعد فرانكي للمغادرة يغير رأيه. تطلب فرانكي من كالو الانتظار في الخارج ريثما تستعيد الكتاب. كعربون شكر، يعرض خيل اصطحاب فرانكي لتناول العشاء بعد تناول وجبة غير لائقة. عند النهر يقوم الاثنان بنزهة مسائية قبل العودة إلى شقة فرانكي. لماذا يخبر خيل فرانكي أنه لا يشرب لأنه مسلم؟ أنا آسف، ما أقصده بشأن الشراب هو أنه لا بأس. هل تعلمين؟ يخبرها كيل أنه طالب جزائري فقير. يتشارك الاثنان لحظة حسية معا، وتطلب فرانكي من خيل أن يقول لها شيئا باللغة العربية. قل لي شيئا باللغة العربية. هل هناك أي شيء قلته توا يمنعني من التقبيل؟ بينما كانا على وشك التقبيل، ابتعدت فرانكي وأخبرت خيل أنها ستعود في لحظة. عندما يعود فرانكي، رحل خيل وترك وراءه رسالة غامضة مكتوبة بالعربية. في اليوم التالي أخذت فرانكي الرسالة إلى مطعم تركي، وسألت إن كان بإمكانهم ترجمة الرسالة، فقيل لها إنها تبدو قصيدة رومانسية عن جسدها. ماذا تعني يا حبيبتي؟ أنت كثيرة علي. ظهرت فرانكي في منزل خليل. على عكس فرانكي، فهو لا يعيش في منطقة راقية. بدت فرانكي مصدومة تقريبا لرؤية التفاوت بين الزوجين. سار كالو خلف فرانكي وبدأ يلمسها. سمحت فرانكي لخيل بفعل ذلك دون أن ينطقا بكلمة. بدأ الاثنان بخلع ملابسهما بعد أن مارسا الحب. لاحظت فرانكي ندوب خيل. ماذا حدث؟ آسفة، لم أقصد ذلك. تبكي تسأل فرانكي عن عمره، فتصدم عندما تكتشف أنه في 24 من عمره. يتعهد كيل بألا يخبر الطلاب الآخرين بلقائهم، فقط إذا وعدته برؤيته مجدداً. حسناً، هذا يبدو لي ابتزازاً. أجل، صحيح. تلتقي فرانكي بصديق خليل المقرب. يوافق مالك على مشاهدة كيل وأصدقائه يلعبون كرة القدم. إذن أنت أستاذ، صحيح؟ لا، أنا فقط ألقي محاضرات بين الحين والآخر في الجامعة دون علم فرانكي. يراقبها والدها وهو مهندس طيران متقاعد، وهي تعود مع كالو إلى شقتها. يرى الكمثرى ويتبادلان قبلة عبر الهاتف. تكذب فرانكي على والدها وتخبره أنها تعمل طوال اليوم دون أن تعلم أنه يجلس خارج شقتها، ثم يكذب والدها. يخبر فرانكي أنه في المنزل يشاهد التلفاز، وعندما يدعوها زميل فرانكي روبرت لشرب مشروب تبوح له بأنها قابلت شخصا ما. ماذا يفعل؟ إنه طالب هندسة. يصدم روبرت عندما يكتشف أنها تواعد طالبا. يستمر فرانكي وخيل في اللقاء ويخرجان في مواعيد سرية، لكن فرانكي تغار عندما يبدو أن نادلتهما تغازل خيلا باللغة العربية. استمتعوا، شكرا. ما الذي كنتم تتحدثون عنه مع النادلة؟ الليلة يخبر خيل فرانكي أن النادلة ديما كانت صديقته في الجزائر. هل أنت غيورة؟ لأن فرانكي تعمل في المنزل في وقت متأخر من الليل. يمشي كالو خلفها ويقبل رقبتها. يطلب من فرانكي أن تأتي إلى الفراش معه،
لكن فرانكي ترفض أن تخبره أن عملها يأتي أولاً، أنه ليس من المفترض أن ترى هذا يأتي إلى الفراش. لا، أنا جاد. عملي يتطلب الأولوية على كل شيء وعلى الجميع باستثناء صديقتي فرانكي. يسأل والدها عن حبيبها الجديد. كيف حال حبيبها الجديد؟ ما الذي تغير لونه قليلا في خدودك؟ لابد أن الجنس جيد. يسأل والد طالبة الهندسة الفرنسية الجزائرية فرانكي: هل من الحكمة أن يكون لها حبيب من نوع آرو وهي تعمل في المجال العسكري؟ يسألها عما تعرفه عنه. تعترف فرانكي بأنها لا تعرف اسم عائلته. عندما يزورها خويل في المرة التالية ترفض السماح له بالدخول إلى المبنى السكني حتى. عندما يدخل خويل أخيرا الشقة يكون منزعجا. فرانكي، هل أنا؟ يدفع السيد خيل فرانكي بقوة إلى الحائط ويستمر الاثنان في ممارسة الحب أمام نافذة شقتها. كانت فرانكي عاملة مخلصة. تبدأ فرانكي في تجاهل حياتها العملية حيث أصبحت أكثر تركيزا على علاقتها بخيل لأول مرة. تغادر فرانكي العمل مبكرا وتذهب بحماس لرؤية خويل، لكن لا أحد يرد على بابه. تحاول الاتصال به لكن لا أحد يرد. لاحقا ترى فرانكي خيل يقود سيارة أجرة فتتوقف وتراقبه وهو ينزل الركاب. عندما تتصل بخيل يجيب ويكذب على فرانكي ويخبرها أنه يدرس حاليا. تشك فرانكي في خيل وتتصل بالجامعة بحثا عن معلومات إضافية عنه، لكنها تصاب بالصدمة عندما تكتشف أن الجامعة ليس لديها سجل لأي طالب. خيل عندما عاد فرانكي من العمل، خيل ينتظر خارج شقتها. فرانكي تواجهه قائلة إنها تعلم أنه ليس طالبا هندسة وأنها رأته يقود سيارة أجرة. يخبرها خيل أنه كان طالبا حتى لم يعد قادرا على تحمل الرسوم، وأنه يعيش الآن في البلاد على نحو غير قانوني. عمي في باريس كان يدفع رسومي وتوفي فاضطررت للتخلي عن الدراسة. لم أستطع تجديد تأشيرتي، لذا فأنا هنا بشكل قانوني، ومالك يسمح لي بقيادة سيارته. آسفة، أنت قانوني. تأثرت فرانكي بمحنة كو. أخبرت كيلا ألا يكذب عليها من الآن فصاعدا. أعدك. تدعو فرانكي خيلا للعودة إلى شقتها وإلى فراشها. تخبر فرانكي لي ألا تقود سيارات أجرة من الآن فصاعدا، وأنه يمكنه العمل لديها كرسام ومصمم ديكور. تترك فرانكي خيل في منزلها في شقتها في أثناء ذهابها إلى العمل. عندما وصلت فرانكي إلى العمل اكتشفت أن تصريح عملها قد ألغي. صباح الخير يا دكتور ليث. معذرة، هل يمكنني معرفة ما الأمر؟ أخبرها أن الاجتماع هو لضمان عدم استغلال كحيل لها. عمره 24 عاماً، جزائري، سائق تاكسي بدوام جزئي. نحن قلقون من أنك تضعين نفسك في موقف محرج. هل تطلبين مني التوقف عن رؤيته؟ أي شيء يبدو غير عادي. إحدى معارفك. من فضلك لا تترددي في الاتصال بي عندما تعود فرانكي إلى المنزل. يسمع. خيل يتحدث مع شخص ما باللغة العربية. فرانكي تجد خيلا مع صديقه مالك، جبل مصاب. خيل يخبرها أنه دخل في شجار لكن لا داعي للقلق. حسناً، دخل مالك في جدال مع شابين يغادران معنا. ذهبت ودخلت في شجار، هذا كل شيء. فرانكي تخبره أنها لا تريد غرباء في شقتها. خيل يخبرها أن مالك ليس غريباً وأنه بمثابة عائلته. ألا تجدين الأمر غريباً بعض الشيء؟ اجتماعنا معاً كما تعلمين قد يجده البعض غريباً بعض الشيء. ربما أنت كذلك. بعد أن مارسنا الحب لا أشعر بالغرابة. توتر التوفيق بين علاقتها مع خيل بدأ يظهر. في العمل يخبرها زميلها أنها أهملت الأمر مؤخراً، وأنه إذا لم يكملا مشروعهما في الوقت المحدد فسيكون مصيرهما المهني على المحك. تتحدث فرانكي مع المحققة نينا وتعطيها هوية لأصدقاء خليل، مالك وآخرين الذين رأتهم يلعبون كرة القدم مع خيل. تخبرنا فرانكي أن خيل وأصدقائه أصبحوا أشخاصاً مهمين للحكومة. ألم يخطر ببالك قط أن امرأة في سنك تعمل في قطاع حساس؟ عندما تعود فرانكي إلى المنزل ترى حاسوبك المحمول فتبحث سراً في سجل تصفحه بحثاً عن أي شيء مريب. ما تجده يتركها مصدومة للغاية، فتخرج من شقتها. تعود بعد ساعات وتواجه خيلاً وتخبره أنهما بحاجة إلى التحدث. تخبره أنها لا تستطيع العمل معه، والحقيقة هي أنني لا أستطيع العمل معك. ها أنت ذا. وتقرر الانفصال عنه وتركه وحيداً. وينتهي كل شيء اليوم، لذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو. وداعاً.